نحن شباب النجف الأشرف في العدو والفرز الذي تقيمه العتبة العلوية. وكما ترون الآن هذه الشباب المتطوعة الخيرة الذي ترتدي هذه الملابس البيضاء للعمل عد وفرز النقود في داخل ضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكما ترون اللي يشوفوه قدامكم الأموال بأنواعها، والحمد لله والشكر اللي وفقنا أن نخدم في صحن علي بن أبي طالب نحن وهذه الشباب لعدو الفرز المال. طبعا الزوار تجي تزور الأمير المؤمنين رحمه الله عليه، تجي تطلب الشفاء، تطلب الطلبة مثلا يطلبون النجاح من أمير المؤمنين، اللي يذب الرسالة، اللي يذب الوصلة هاي اللي يتبرك بيها ويذبها داخل الضريح في سبيل يطلب الشفاء أو يطلب النجاح أو يطلب قضاء حاجة. والزوار اللي مريض اللي يكتب له عريضة يخليها داخل الضريح، ومن ضمنها همات مثلا اللي يخلي مثلا محبس او فد شيء يعتبرها فد هديه او فد شيء او مبلغ من المال يخلي فيه داخل الضريح. احنا هنا بعدين من نصير مراسيم فتحه الضريح، مهمتنا هنا نجمع هاي الامور باكملها، ما بين ملابس، ما بين الوصل او القطع الخضراء وقطع قسم عندها بيض. ذني مهمتنا نفرزهن على كتر، كل شغله يعني وحدي. القطع الخضر نعزلها على كثر، الملابس نعزلها على كثر، وثم نلقى الاموال همات، الاموال نعزلها على كثر، الاموال تروح من ضمن الحصينه مال العتبه العلويه المقدسه. والقطع الخضر نجمعها نوديها الى قسم الشؤون الدينيه اللي مهمتهم هم ينطوها للبركه الى زوار امير المؤمنين من باب التبرك والشفاء، يتبركون بهاي لانه كانت بداخل الضريح المقدس. ونلقى هم الرسائل اللي تخص الطلبة اللي يطلبون النجاح من أمير المؤمنين. عملنا في هذا المكان المقدس يعني شعور ما يوصف، ما يقدر يوصفه الإنسان إنه نعمل إلى جوار أمير المؤمنين. بعدين قضية إنه العدو الفرز الأموال اللي موجودة في جوار الأمير، يعني من يهيئونا قبل يوم اليوم التالي يعني حتى نعد الأموال. شعورنا لا يوصف أنه في يوم غد أنه راح نمارس هذه العملية ومباشرة يعني نكون في تماس مع الأموال والنذورات التي ألقوها طالبي الحاجات. احنا عملنا بالإضافة إلى الكسب المادي يعطينا فد روحية كبيرة، لأنه نعمل في مكان مقدس. كما ورد في الحديث أنه الصلاة عند علي تعادل 1000 ركعة، فحتى صلاتنا من نصليها هنا نحسد عليها من الآخرين، أنه احنا في مكان مقدس في عمل. وفي هذا التشريف أيضا الذي توضع بين يديه أموال الدولة الإسلامية من صفراء وبيضاء، وليست الأموال حسب هي ما تكون من موجودات الشباك، بل هناك تلال من قطع القماش والأدوية وأشياء أخرى، لعل أهمها الرسائل التي يكتبها أصحاب الحوائج على شكل طلبات أو أمنيات لتودع عند أمير المؤمنين الشفيع والوسيلة، ويتم جمع الأقمشة وغسلها وكيها لتعطى للزائرين لأغراض التبرك دون أي عوض. وتستمر عملية الفرز والعد حتى وقت متأخر من يوم الجمعة، لينفض ذلك الجمع المبارك وقد أنجز ما عليه.